تحية لكم جميعا. شكرا على إتاحة هذه الفرصة ليتحدث إليكم، وأشكركم على تنظيم هذه الندوة التضامنية مع ضحايا الاعتقالات، ولأن في اعتقادي هم ضحايا حرب دمار شاملة تستهدف المجتمع وقواه الحية. هذه الحرب انطلقت منذ أكثر من عام ونصف ضد الديمقراطية التمثيلية، ضد البرلمان بغلق البرلمان ثم حله، بحرب ضد الهيئات الدستورية والمستقلة، بحرب ضد دستور الثورة دستور الجمهورية الثانية، بحرب على السلطة القضائية، حل المجلس على القضاء وإعفاء القضاة ومحاولة وضع اليد على القضاء، بحرب على الأحزاب وعلى الانتخابات بتنصيب هيئة موالية لتنظيم انتخابات سورية وتهميش دور الأحزاب، بحرب على الإعلام من خلال المرسوم 54 وتطورت ولا زالت ستتطور، بحرب على النقابيين وعلى مبادرة الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني بإعلان الحرب على هذه المنظمات وعلى الاتحاد ودوره بمجرد أن بادروا إلى إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، ثم إلى كل من يتحرك، كل نفس حر في هذه البلاد يتحرك ويريد أن يلعب دوره ويتحمل مسؤوليته في إنقاذ البلاد. اليوم هذه المعركة وهذه الحرب شملت الخط الأخير للدفاع للمجتمع اللي يدافع به على روحه. هم الآن يستهدف المحامين فرسان الحرية، اليوم يحب يخليه المجتمع دون خط دفاع أخير. هذه المعركة تؤكد إخواني أخواتي أنه حان الوقت لكي نهيئ لها كل أسباب المقاومة والنجاح في هذه المقاومة. احنا في الحزب الجمهوري جينا لهنا لنبعث برسالة، لنمد أيدينا إليكم، إلى كل من هو في القاعة، ونمد أيدينا إلى من كل لا زال خارج هذه القاعة، ونقول أن الخلاف في بلادنا اليوم لم يعد خلاف بين يساري ويميني، بين إسلامي وعلماني، بين ليبرالي واشتراكي. اليوم المعركة والخلاف بين ديمقراطي أو غير ديمقراطي. المعركة اليوم يمكن أن تضم الإسلاميين الديمقراطيين واليساريين الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين الديمقراطيين ضد أعداء الديمقراطية، ولو تلحفوا برداء اليسارية أو الليبرالية أو الاشتراكية. اليوم لابد أن تمتد أيدينا لبعضها البعض، وأن يكون تضامننا الحقيقي والفعلي مع المعتقلين، طبعا بالدفاع عنهم، بالتعريف بقضاياهم، بفضح كل التجاوزات التي ترتكب في حقهم، لكن الأكثر من ذلك بأن نمضي قدما في الدفاع عن الديمقراطية، وأن نوحد صفوفنا، وأن نمضي إلى تنظيم مؤتمر وطني للمعارضة التونسية توحد فيها صفوفها وتختار فيها المربعات المتقدمة لمواجهة هذا الانقلاب والدفاع عن الديمقراطية والعمل على غلق هذا القوس بكل السبل المتاحة، الميدانية والسياسية السلمية المدنية الديمقراطية، لكن بإرادة صلبة، إرادة لا تنكسر ولا تلين. اليوم أخواتي إخواني هذا هو الطريق، هذه الرسالة اللي حبينا نبلغوها لكم، وجينا لهنا لكي نؤكد من جديد أننا سنبذل كل جهدنا من موقعنا، من ما نعتقد أنه بإمكاننا نقوم به لتقريب وجهة النظر، لعقد اللقاءات والمشاورات. الوقت ضدنا، ما عادش عندنا وقت. عام ونصف على الانقلاب واجهناه، نعم المعارضة واجهت وتحملت دورها ومسؤوليتها في مواجهة هذا الانقلاب، لكن اليوم بعد عام ونصف، بعد أن أدار التونسيون بنسبة 90% ظهورهم للانتخابات وللمسار السياسي، لم يبقى لنا إلا أن نتقدم بعرض موحد يبعث برسائل طمأنة وثيقة ويعبأ التونسيين حول هذا العرض، ويكون قادر على قلب موازين القوى. اليوم المعركة في كلمة أخيرة تستهدف الحقوقيين ولسان الدفاع والإعلاميين والسياسيين وقادة الرأي، الجميع. اليوم لا يمكن لا لحقوقي ولا لنقابي ولا لإعلامي أن يعتبر أنه عنده معركة مجزأة أو أن يكسبها وحده. لابد أن نلتقي
سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومدنيين وقادة رأي مهما كانت انتماءاتنا أن نلتقي في لقاء وطني واسع يستجيب إلى مهمة اللحظة، هي مهمة الإنقاذ الوطني. نحييكم مجددا، وإن شاء الله هذه بداية للقاءات. نحن سنعمل على أن تستمر وأن تتكثف المبادرات واللقاءات من أجل الوصول ونبعث برسالة لإخواننا وأصدقائنا الموقوفين اليوم بأننا ماضون في إنقاذ تونس، ماضون في توحيد جهودنا وصفوفنا، وأن هذا هو أكبر في اعتقادنا أكبر مساندة لضحايا الحملة الأخيرة للاعتقالات. وشكرا لكم.